أقيم مساء اليوم حفل زفاف إبرو شاهين بطلة مسلسل ملحمة من لاعب كرة السلة جيدي عثمان. علماً أن عقد القران أقيم قبل أسبوع بدولة مقدونيا الشمالية مسقط رأس العريس مع حفل صغير للعائلة والأقارب. المفاجأة أن أجون أليجالي المليونير وصاحب قناة TVA هو من قام بتزويجهما، يعني للمرة الثانية. Sevgi kızı Ebru'yla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. O zaman ben de bu güzel davetlerin bana verdiği yetkiyle size karı koca ilan ediyorum. وكالعادة أهم ما في أعراس الأتراك رقصة العروسين. من الممثلين الحاضرين كان هناك أحمد تانسو شريك إبرو في زهرة الثالوث، وكذلك زوجته أويا. كما حضر الممثل بيرتان أصلاني الذي ينتمي لنفس وكالة أعمالها. إطلالة إبرو في حفل القران تلقت الكثير من الانتقادات، خاصة تسريحة شعرها التي تشبه تلميذات المدرسة. نفس الأمر مع إطلالة اليوم التي وصفت بالعادية والغير مبهرة، لكن يبقى لها فضل عدم اختيار فستان فاضح كما عودنا الفنانون الأتراك. الزفاف تميز بأجواء لطيفة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث أن المكان المعد للحفل ضم خيمات وراقصات. إبرو لم تقم بحفل حناء، لكنها أقامت حفل صغير صباح اليوم مع صديقاتها المقربات. العراقي سليم بيرقدار شريكها في مسلسل الملحمة هو الآخر تواجد في الحفل وغنى أيضاً. أصليهان جونار حضرت الحفل بإطلالة لطيفة، علماً أن وكيل أعمالهما واحد وهو عبد الله بلوت. الزوجين مثال للعلاقة الجدية، حيث تزوجا بعد أقل من 2 ولم نسمع لهما أي أخبار عن الانفصال أو أي مشاكل. الزوجين بدأت علاقتهما سنة 2020، أي قبل 2 وذلك بعد أن تعرفا على بعضهما عن طريق أصدقاء مشتركين. هذا الصيف سيشهد العديد من حفلات الزفاف، وأقربها زفاف سيركان شاي أوغلو وأوزغي غوريل الذي سيقام يوم 16 يوليو في إيطاليا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هلا تركيا. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.